عائلة روتشيلد أغنى من أي دولة في العالم. في تفاصيل كتير جدا أنت متعرفهاش. تعال أعرفك أسرار أنت عمرك ما عرفتها. يلا بينا. عائلة روتشيلد، إزاي العيلة دي اتحولت من عيلة بسيطة وفقيرة لعيلة من أغنى عائلات العالم، هم اللي بيتحكموا في اقتصاد العالم وفي منظمات سرية تحتيهم اسمها الماسونية. العيلة دي كان في تاجر اسمه أمريل روتشيلد، كان تاجر بسيط فاتح محل صغير في ألمانيا بيبيع عملات قديمة. الفكرة جات له إن اللي معاه الفلوس هو اللي معاه السلطة. جمع عياله الخمسة وقال لهم كل واحد يروح على دولة شكل عشان كل دولة يعمل فيها بنك مركزي هو يتحكم في اقتصاد الدولة. عمل يعني عياله انتقلوا لأمريكا وانتقلوا لإيطاليا وإنجلترا والكلام عمل بنك مركزي في كل دولة عشان يتحكم على اقتصاد الدولتين. وأيام الحرب العالمية التانية كان المجموعة بتاعت الحربين، المجموعة ديت والمجموعة ديت، كان بيمولهم بالسلاح وبالفلوس عشان يكسب من ناحيتين. كل ما الحرب ولعت كل ما هو كسب. وهم اللي بيطبعوا الفلوس، في العالم كله. يعني ايه هم اللي بيطبعوا الفلوس؟ هم اللي بيحركوا الحكومات، وهم اكتر عيلة معاها فلوس على الكوكب كله. معاهم معادن نفيسة ومعاهم ذهب ومعاهم ألماس ومعاهم فلوس جامدة جدا. هم أغنى عيلة في العالم. والعيلة دي بتحب الخفاء. ليه بقى يا معلم ما بيحبوش؟ ليهم صور نادرة على النت كله، صور بسيطة عشان يقول لك كل ما نختفي أكتر كل ما نسيطر أكتر. ما بنحبش نبان للناس كلها عشان محدش يكشف سرهم، ومحدش يزحزحهم من السلطة اللي هم عاملينها، اللي هم متحكمين في كل الحكومات ومعاهم فلوس. وأي دولة معهاش فلوس لازم تستلف منهم. وأي دولار بيطبع في أمريكا هم بياخدوا قيمته. أي دولار بيطبع في أمريكا هم بياخدوا قيمته. عائلة روتشيلد دي من أهم وأخطر العائلات. هم ينتموا لعائلة الماسونية، هم اللي مؤسسين الماسونية. عائلة روتشيلد دي قال لك اللي معاه الفلوس هو اللي معاه السلطة. عشان كده مستر اللي هو أسس عيلة روتشيلد هو اللي حط الفكرة دي لعياله الخمسة إن هما كل واحد يروح لبلد شكل عشان يسيطر على الاقتصاد بتاعها. والفكرة دي اتحققت بالفعل. وروتشيلد وعائلة روتشيلد أصبحت أخطر وأجمد وأغنى عائلة في العالم تمتلك الاقتصاد العالمي. يعني لو العيلة دي مسكت الاقتصاد العالمي حطته على جنب وسحبت الفلوس، الاقتصاد العالمي هيقع، كل حاجة هتزيد والكلام وهنا خلصت حلقتنا، وفي آثار جديدة انتظروها الحلقة الجاية. اعملوا لايك واشتراك لو الحلقة عجبتكم. يلا بينا.